السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى ايه الفيديو المنتظر، فيديو منتجات بقى اقل من 50 جنيه ونينجا. احنا دلوقتي اصحاب البشرة الدهنية والمختلطة في فصل الشتاء ده بيبقى برضو مش عارفين نستخدمه ايه، وفي نفس الوقت المنتجات بتبقى غالية. فانا رشحت لكم حاجات المفروض ان احنا نستخدموها في الصيف وفي الشتاء، ثابتة هتبقى معانا جميلة جدا وسعرها نينجا. الغسول والمرطب او السكراب مش هيتعدوا ال50 جنيه حرفيا. حاجه هنبداوا بيها ايه؟ الغسول. بصوا بقى ان انا واكلاه، بصوا ده جرنيه ده مكتوب عليه اشراقه سريعه بفيتامين سي. غسول الوجه ينظف بعمق ويعطي اشراقه بفيتامين سي والليمون. تمام اهو كده. دي صورة ب40 جنيه. حرفيا الغسول ده بينشف البشرة الدهنية، بيخليها حرفيا ما فيهاش زيوت، بينظف كويس جدا، حلو للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة ان كان في الصيف او في الشتاء. ممكن في الشتاء ممكن في الصيف بالنسبة للبشرة المختلطة ممكن ما يعجبهمش، ولكن على فكرة في الاتنين انا بشرتي مختلطة ومامتي بشرة دهنية، وفي الاتنين عجبها، يعني انا وهي عجبنا جدا. عارفين باقل حته منه بيعمل رغوه كبيره وبينضف قوي. وكمان هو نازل منه زي هو اديشن كده، نازل الغسول ونازل كمان معاه كريم تفتيح. انا سمعت ان الكريم مش حلو، فانا صراحه مرضتش اجيبه واجربه، ولكن الغسول عجبني. الغسول جميل جدا جميل جدا معايا. الغسول حرفيا رخيص وبيقعد مده طويله. انا ده اكلته خلاص، بصوا يعني خلاص ده اتاكل واهو نفسه بالظبط. بصوا ده خلص وده الجديد. في كل حته موجود في السوبر ماركت، في الصيدليات، وسعره في الصيدليات ممكن يبقى اغلى من بره، بس هو سعره 40. ممكن تلاقوه اقل، ممكن تلاقوه ارخص على حسب المكان اللي انتوا بتشتروا منه. كده الغسول. تعالوا برضه نكمل كده ونشوف ايه هو الكريم اللي ينفع مع بشره دهنيه وبشره مختلطه في الشتاء ونينجا وباقل من 40 جنيه. كملوا معايا الفيديو. بصوا بقى الكريم اللي معايا ده معروف وليه اسمه والناس كلها عارفاه، بس مش عارفه ليه الناس مش بتارجته او مش بتحطه في حسبانها. الكريم ده انا بقول انه في الشتاء نينجا بالنسبه للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. هو مش هيبقى احسن حاجه في الصيف، ولكن الشتاء بيديها الترطيب اللي هي محتاجاه. بصوا هو اسمه ايه، هو اسمه نيفيا سوفت اهو. ده كده شكله، هو مكتوب عليه ايه؟ اسمه نيفيا سوفت كريم مرطب ناعم للوجه والجسم واليدين، اللي مكتوب عليه من هنا. الحجم اللي معايا ده 100 مللي اهو. شكله من جوه بصوا اهو، ده كده شكله الكريم من جوه. بصوا تعالوا نجربه اهي حته في يعني ثانيه الا ثانيه، وبيدي كمان جلو كده. تحفه، كريم جميل جدا. الكريم رخيص حوالي 35 او 40 جنيه. ده الحجم الكبير، فيه طبعا حجم صغير وحجم متوسط. الكريم بيتارجت فئة معينة وهي فئة المتوسط والأقل من المتوسط. بجد الكريم ناعم جدا. بصوا سيراميك حرفيا. موجود في السوق في انواع تانية، ممكن نعمله فيديو كامل عن الانواع التانية اللي موجودة. واصلا انا بجرب كمان منتج تاني اقول لكم كمان ريفيو عنه، هقول لكم عجبني ولا ما عجبنيش. سعره اغلى من نيفيا سوفت. اللي انا بجربه ده فيه منه ليلي ونهاري. احنا قلنا ان احسن غسول فئة متوسطة واقل كمان غسول جرنيه قلنا ب40. قلنا كمان الكريم المرطب بتاع نيفيا سوفت حوالي ب40 او ب35 جنيه. دلوقتي بقى هنيجي لايه احنا محتاجين ايه عامة في روتيننا الاسبوعي. مؤشر كويس، ماسك كويس، غسول ومرطب. انا اديتكم اول مثالين في الغسول وفي المرطب. دلوقتي تالت مثال السكراب ده يعني مش لازم حاجة معينة، مش شكل معين. ممكن نعمله ايه؟ ممكن نحط معلقة قهوة ومعلقة سكر، نص معلقة جل صبار ونقطتين زيت زيتون. اي زيت عندنا ينفع نستخدمه على الوش نستخدمه. نمكس كل ده، لازم يبقى شبه الرملة كده، ونستخدمه على الايد مثلا. دي وشي بحركات دائرية، انا بعمل كده. تمام، ده السكراب. ممكن بقى نستخدمه ايه؟ ممكن عندي مثال زي اللي معايا دلوقتي وهو ستاركي حرفيا اول ما نزل كان ب10 جنيه وب8 جنيه كمان، وكان بينزل عليه عروض. دلوقتي ستاركي نقوله مثلا ب15 جنيه. ستاركي بصوا ده بالفحم
طبعا باين انه متاكل، بصوا هو خلصان قد ايه. حرفيا اللي بالفحم عجبني جدا، هو حبيباته مش كبيره قوي ومش صغننه خالص ما نحسش بيها، لا الحبيبات بتاعته متوسطه وسعره كويس. انا بشرتي مختلطه، مايله للدهنيه في الصيف ومايله للجفاف في الشتاء، فانا ده صيف وشتاء كان عاجبني. وعلى فكره كميته كويسه جدا جدا جدا. انا ساعات بستخدمه، ساعات بستخدم القهوه والسكر زي ما قلت لكم. انا بحس ان هو الصراحه كيفي، بس انا ساعات بحب اغير، يعني ما ينفعش نستخدم حاجه على بشرتنا وقت طويل، لازم نغير عشان البشره لو اخدت على حاجه ياما مش هتدي اصلا اي افكت بعد كده. يبقى كده قلنا جارنيه وقلنا ستاركي وقلنا نيفيا سوفت. ايه حاجه معانا وهي الماسك. ايه نيجي للماسك. احنا روتيننا الاسبوعي المفروض يبقى ايه؟ هنغسل وشنا، هنعمله صنفره حلوه كده باي سكراب، بعد كده هنحط له ماسك حلو ونرطبه وشكرا. ايه بقى الماسك؟ الماسك ده من بوبانا. الماسك ده من بوبانا عامل حوالي 15 او 20 جنيه. هو من جوه ريحته غريبه، تحسه فيه جوز هند كده. بصوا بقى الماسك ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه بوبانا ترطيب ماسك الحليب ترطيب وتفتيح. ده قلنا عامل حوالي 15 او 20 جنيه. على فكره في كميه برضو، كميته 300 جرام، يعني حاجه عملاقه. بصوا وهو خفيف خالص، يعني بيدي كده تفتيح، يعني لما بيبقى فيه مناسبة او حاجة بيدي ضي كده، كأننا عارفين الحنة البيضة طلع ترند مرة كده، الحنة البيضة وبقينا نعملوها بتدي ضي كده حوالي 4 ساعات. هي نفس الفكرة، بيدي ضي كده ما شاء الله الوش. مكتوب ورا ايه؟ ماسك الحليب ترطيب وتفتيح الجانب الحليب وفيتامين اي. فهو منتج 2 في 1، بيساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة، كما يعمل فيتامين اي على ترطيب البشرة وحمايتها من التعرض للجفاف. المفروض نستخدمه من مرة لمرتين أسبوعيا. العلبة بتاعته ده شكله من هنا، حد عايز ياخد له سكرين. كده الفيديو بتاعي يبقى خلص. اتمنى يبقى فاتكم اي حاجه في الدنيا. متنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات ان انتوا عايزين ريفيو عن ايه بالظبط، وعايزيني اجرب لكم ايه، وعايزين ايه نكمله في سلسله المنتجات اللي اقل من 50 جنيه ولا لا. متنسوش بقى تعملوا لايك والسبسكرايب والكومنت الحلو والشير لو امكن. يلا باي باي.